السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك. تم رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك. خلاص، مفيش أزمات، مفيش إيقاف قيد، خلاص نقدر نتعاقد مع صفقات. أهم حاجة الصفقات تكون سوبر. أهم حاجة ما تكونش صفقات حشو والسلام. مجرد إن أنا بجيب صفقات، لا، لازم أجيب صفقات تقدر تنافس. حجم وكيان وقيمة نادي الزمالك مش هي الموجودة دلوقتي. لازم تعرفوا قيمة حجم نادي الزمالك. اهلا بكم مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه، في احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده، وجمعه مباركه عليكم جميعا، امين يا رب العالمين. هم ونزاح، كابوس ونزاح. خلاص، باتشيكو اخذ فلوسه، خالد بوطيب اخذ فلوسه. بخصوص ابراهيم النضاي، الاستاذ عمرو الادهم بيصرح وبيقول ان ابراهيم النضاي عقده في اتحاد الكوره كان 3 سنين، لكن هو المفروض عقده كان سنتين. وعلى العموم هو لو ليه فلوس او كسب قضيه هياخد فرق العقد بين السنه الاخيره وعقده مع الفريق السعودي اللي مضى ليه. ده كلام الاستاذ عمرو الادهم. يا رب وفق نادي الزمالك وابعد عنا المشاكل، امين يا رب العالمين. ومليون مبروك فوز نادي الزمالك في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه على نادي الترجي التونسي بنتيجه 30-22. 30-22 ليضرب موعدا مع النادي الاهلي النهارده الجمعه، المفروض الساعه 7. المفروض، لكن احنا علينا النعمه هنشغل من الساعه 6، وكل اللي يعرف يحاول يشوف الموعد الصحيح الساعه كام، لان المواعيد دي مش عارف بتتغير ليه. مواعيد كره اليد ما اعرفش، او العاب الصالات عامه. بس هو كان اخر كلام انا قريته ان هو الساعه 7، ده المفروض يعني. ربنا يوفق نادي الزمالك. احمد الاحمر بصراحه، على قد ما مستوياته الفتره اللي فاتت ما كانتش احسن حاجه، لكن عمل مباراه ممتازه، لازم نديله حقه. اسطوره كبيره جدا في تاريخ كره اليد، سواء اعتزل دلوقتي او ما اعتزلش، سواء قلنا له اعتزل او ما تعتزلش، هو اسطوره في تاريخ كره اليد المصريه والعربيه والعالميه كمان. جاب فاول ولا احسن ولا اروع. لكن اللاعب اللي المفروض نتعاقد معاه رسميا وبعد الاعاره ونحاول نخلصه باي طريقه هو مروان. بجد مروان ابن الكابتن مروان رجب، لاعب دايره ممتاز جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. ربنا يوفق نادي الزمالك يا رب. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل. نادي بيراميدز يضرب ولا يبالي. نادي بيراميدز يضرب ولا يبالي. بيراميدز ما كدبش الخبر وطلب الشق المستعجل في خصم الثلاث نقاط في المحكمه الرياضيه، محكمه كاس. ومحكمه كاس خلاص طلبت اقوال كل من رابطه الانديه واتحاد الكوره والزمالك والاهلي. طيب، نادي بيراميدز طالب ان هو يتم ايقاف اعلان بطل الدوري، اوقف لغايه ما يتم الحكم، وده حق. النادي الاهلي ناوي يعمل ايه؟ نادي بيقول لك ناوي يقدم محادثات بينه وبين رابطه الانديه اللي هي قالت له هنجيب حكام اجانب. هل المحادثات دي كانت بجوابات رسميه؟ ولا كلام على الواتس؟ اظن موقف الاهلي ضعيف جدا. رابطه الانديه مش عارفه تعمل ايه، حطوا نفسهم في خانه ما يتحزوش عليها، وهم اللي حطوا نفسهم في الخانه دي. اتوقع ان يتم حساب الثلاث نقاط او خصم الثلاث نقاط من النادي الاهلي. اظن هيتحسبوا الخصم فيهم عشان خاطر كل واحد ياخد حقه. طيب، نادي الزمالك ما اشتكاش ليه؟ المفروض نادي الزمالك كان يشتكي زيه زي نادي بيراميدز. نادي الزمالك بيقول لك انا مش طرف مباشر في الموضوع، لان انا مش بنافس على الدوري، مع اني مش مقتنع بالكلام ده قوي. لان انت طرف مباشر، لان انت كنت بتلاعب النادي الاهلي، وانت الموضوع عشانك. على العموم اداره الزمالك بتقول انها هتشتكي خلال الايام اللي جايه، ولما يقولوا الاقوال هيقولوا ان هم الطرف خصم ضد النادي الاهلي ورابطه الانديه. نتمنى ذلك. طيب، عملتوا ايه في موضوع زيزو؟ هل اشتكيتوا زيزو؟ الى الان لسه ما اشتكوش زيزو، عشان خاطر انه مضى في الفتره القانونيه التي لا يتم له السماح بالتعاقد مع اي نادي اخر. طب هتمضوا امتى سيادتكم؟ او سوري، انتم قصدي هتشتكوا امتى؟ هم منتظرين ان يتم الاعلان رسميا عن الصفقه عشان يشتكوا. طيب، لو ما اشتكتوش لكل حدث حديث، ساعتها يبقى في كلام تاني. اوعوا ما تشتكوش. حق الزملكاويه، حق الجمهور الزملكاوي قبل حقكم انتم. هنشوف هيعملوا ايه الايام اللي جايه. بيقول لك يوم 6/6 هيتم الاعلان رسميا عن الصفقه
او انتقال اللاعب رقم 25 للنادي الاهلي، ماشي ما تفرقش كتير. طيب صفقه كنت بتمناها قوي، اه والله العظيم، صفقه انا احمل لجنه التخطيط واداره الزمالك التباطؤ فيها. كوتيسا خلاص مضى في الدوري اليوناني لنادي اسمه اثينا اليوناني. الراجل ما راحش نادي يعني بينافس في اوروبا وبيلعب دوري ابطال والكلام ده كله، ولو صعد بيصعد ويطلع من الاول كنت تقدر تجيبه. لكن المفاوضات ما كانتش جديه. الموضوع مش موضوع زوجته خالص. الموضوع مش موضوع زوجته، انا بقول لك على اللي فيها. الموضوع كان موضوع الراتب اللي طالبه هو العائق. وبكره تسمع الكلام ده. الراتب اللي كان طالبه هو العائق. كان نفسي في اللاعب ده والله. على العموم دوروا براحتكم. فريد الملالي يقترب ماشي، لكن انا نفسي في عادل بولبينه، ما زلت بقول نفسي في عادل بولبينه. طيب ضمك السعودي كان بيلعب مع الفتح السعودي، طارق حامد مع فريق جوميز، والفتح قدر يكسب وقعد في الدوري رسميا، عمل معجزه صراحه. مدرب قدير منهم لله اللي كانوا سبب في رحيله. هل هتقدروا تجيبوه تاني يدرب نادي الزمالك؟ الراجل عمل لفته حلوه، كان فيه مشجع زملكاوي موجود في الاستاد، شفت يا اخي الانتماء؟ يعني عشان كان ده بيدرب الزمالك فواحد قاعد له في الاستاد بيشجع، مضى على التيشيرت. هل تقدروا تخلصوه؟ ترجعوه تاني؟ تدوا له ضمانات؟ تقولوا له هنجيب صفقات، فلوسك مش هتتاخر، هنزود الراتب بتاعك؟ الموضوع ده عاوز شغل تقيل. هل تعرفوا تعملوا الشغل التقيل؟ تتوقعوا جمهور الزمالك يعملوا كده؟ تتوقعوا؟ الاسماء كتير مطروحه، ميكالي وموسوماني وناس تانية كتير، وبومل، باتريس بومل المدرب المصلال القطري، كذا اسم ومدرب الترجي السابق. هنشوف هيتعاقدوا مع مين ومين اللي هيجي، هنشوف. ملايين داخله نادي الزمالك، مش كلامي ده، كلام الاستاذ رامي نصوحي عضو مجلس اداره نادي الزمالك. قال ايه؟ قال لك نادي الزمالك كان بياخد حوالي 44 مليون جنيه من عقود الرعايه، النهارده هياخد 160 مليون. الله اكبر، انا كده في التمام اهو. استاذ رامي مجلس الاداره قال لك كمان ان كان الزمالك بياخد 50 مليون من البث، هياخد النهارده 120 مليون. انت كده فلوس الشركه الراعيه، الشركات الراعيه، مع فلوس البث، مع فلوس البطولات اللي انت ممكن بتكسبها، مع اشتراكات النادي، مع مدخلات كتير، مع الفلوس اللي جات لك عشان ارض النادي والاستثمار اللي فيها، انت كل ده يخليك قاعد حاطط رجل على رجل لسنين قدام. ما نشوف. المشكله مش في الفلوس اللي في نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير وبيدخل له فلوس. المشكله ان انت تصرف الفلوس ازاي، ان انت تدور الفلوس ازاي. عبد الله السعيد تواجد في تدريبات نادي الزمالك. ناصر ماهر شارك في جزء من التدريبات، يعتبر هو جاهز بس مش هيدخل القائمه بنسبه كبيره لمباراه بتروجيت. كمان وده الاهم عشان خاطر الموضوع ده بالنسبه لي غريب خالص، محمود جهاد برضو كان بيعمل تدريبات تاهيليه، معرفش غايب بقاله فتره كبيره قوي ليه. دي مشكله كبيره قوي. يعني انا محمود جهاد عاوزه في نص الملعب، هقول ايه؟ اصابات اغرب من الخيال. وسط الملعب في ازمه عند نادي الزمالك. ميدو اتفق وسام مرسي موافق انه يجي نادي الزمالك، لكن عايز نادي الزمالك يخلصه من النادي بتاعه الانجليزي بس. طارق حامد موافق يجي الزمالك، بس زي ما قلت بقول لك في اصوات داخل نادي الزمالك بتقول لك لا سنه كبير وما ينفعش يجي، وانا مع الاصوات دي. انت لو جبت سام مرسي 10 على 10. طبعا الاجنحه هنشوف بقى هتجيبوا مين، راس الحربه هتجيبوا مين؟ هتجيبوا راجل اللاعب بتاع سيمبا التنزاني، هتجيبوا مهند علي اللي هو ميمي، هتشوفوا هتجيبوا مين. ظبطوا الدنيا عشان خاطر احنا محتاجين صفقات سوبر فوق الوصف. يا مسهل الحال، موضوع بيراميدز يكمل على خير. بنتمنى له التوفيق في دوري ابطال افريقيا في مباراته الهامه يوم السبت القادم الساعه 4 مساء بتوقيت القاهره. هيلعبوا في عز الشمس مع صن داونز، في عز الحر. اذا كان الاهلي لعب صن داونز في في المره اللي فاتت من شهرين او من شهر ونص، كان لسه الجو مبقاش حر كده، والله كان لسه الجو مش حر في كان الدور قبل النهائي.
من حوالي شهر ونص. دلوقتي الدنيا ولعت. كان الله في عون نادي بيراميدز. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.